جات لي كمية أسئلة رهيبة امبارح على منصة إكس. إيه محمد لو سمحت كلمنا عن موضوع بيع رأس الحكمة، وهل هو بيع وهل هو استثمار وأنت شايفه إزاي؟ مبدئيا كده، مدينة رأس الحكمة هي مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والإمارات اشتريتها ب 35 مليار دولار. قبل ما نتكلم في أي حاجة، الديون اللي مطلوبة من مصر تسددها قبل يوم 31/3/2024، يعني بعد شهر تقريبا، هي 33 مليار دولار. يعني تقريبا المبلغ اللي هناخده كله رايح في سداد الديون اللي علينا ليوم 31/3 فقط. لو عايز تعرف تفاصيل أكتر عن موضوع رأس الحكمة، حضر قهوتك وتعالى معايا في يلا على وول ستريت. في البداية كده قبل ما ابتدي الحلقة، أنا لازم أشكركم واحد واحد على كمية الأسئلة الرهيبة اللي جات لي على منصة إكس، وكمية التفاعل اللي جات لي على اليوتيوب على الفيديو اللي فات. وجات لي أسئلة عظيمة جدا عن أزمة الدولار. واحدة من المتابعات سألتني هو ليه كل ما صندوق النقد الدولي يدينا قرض، ليه احنا البنك المركزي لازم يعوم ويخفض قيمة الجنيه؟ على قد ما السؤال ممكن يبدو للناس العامة سؤال بسيط وسؤال ستريت، على قد اي حد فاهم انفستمنت وفاينانس هيتاكد ان السؤال ده سؤال ممتاز وعميق جدا، وبصراحه هو عايز له حلقه لوحده عشان يتجاوب. فانا بستاذنها من فضلك، انا هجاوب على سؤالك الحلقه الجايه، لان اكيد زي ما كلنا عارفين مفيش موضوع يعلو عن موضوع راس الحكمه. صحينا كلنا امبارح على ان الدكتور مصطفى مدبولي عامل مؤتمر صحفي كبير جدا، بيقول وبيعلن ان راس الحكمه اتباعت او استثمار وشراكه زي ما هو بيحب يسميها لدوله الامارات العربيه الشقيقه بمبلغ 35 مليار دولار. ال 35 مليار دولار مقسمين على ثلاث مبالغ. اول مبلغ 12 مليار دولار هيتضخوا في البلد فورا، و12 مليار دولار هيتضخوا لمصر بعد حوالي شهرين، وال 11 مليار دولار الباقيين هيبقوا عبارة عن وديعة كانت الإمارات سايباها في احتياطيات البنك المركزي. الإمارات قررت تتنازل عنها، وبالتالي البنك المركزي هيحول ال 11 مليار دولار دول لجنيه مصري ويضخها كاستثمارات في المشروع. قبل ما نتكلم على الصفقة، لازم الأول لو احنا بنتكلم في استثمار بجد نشوف موقف الطرفين التفاوضي قبل ما يقعدوا على ترابيزة واحدة ويتكلم في الصفقة. تعالوا نبتدي بالإمارات. الإمارات بيحكمها الشيخ محمد بن زايد. لا يخفى على أحد سواء تتفق أو تختلف معاه إن هو راجل داهية وراجل في منتهى الذكاء، وراجل بيؤمن بالعلم، وراجل بيجيب أكبر مكاتب الاستشارات في العالم وأكبر الفيزيبيليتي ستادي كومبانيز، شركات دراسات الجدوى في العالم كله سواء من امريكا او بريطانيا، بيبتدوا يعملوا له دراسات جدوى لاي مشروع هو بيدخله. في المقابل بقى بلد زي مصر صرخات الجوع بتطلع فيها من كل حته، ناس عماله تطلع فيديوهات مش لاقيه تاكل. بلد تصنيف الديون فيها جانك بانز، يعني سندات، انا اسف في الكلمه بس هي ترجمتها كده سندات زباله. تصنيف السندات بتاعتك زباله، جانك بانز. البنوك بتاعتها زي البنك الاهلي، بنك مصر، البنوك الكبيره فيها تصنيفها سي اللي هو اقل تصنيف. تخيل موقف البلد دي مع البلد دي تفاوضيا هيكون ازاي؟ واحد فوق قوي وواحد تحت قوي موطي، وتخيل الموطي ده ممكن يبيعه هو شكله عامل ازاي. وقبل ما الاقي حد بيصرخ في وشي ازاي تقول علينا كده احنا مش شحاتين، حبيبي اهدى واستنى واسمع، ده مش كلامي، ده كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه. تحب تسمع؟ انا مش هاكل، انا مش عارف اعلم، مش عارف اعالج، مش عارف اشغل، مش عارف اسكن. امر اخر مهم، حتى الاشقاء والاصدقاء اصبح لديهم قناعه بان الدوله المصريه غير قادره على الوقوف مره اخرى، وان الدعم والمسانده عبر سنوات شكل ثقافه الاعتماد عليها لحل الازمات والمشاكل. في تعبير كتبته بس مش هقوله. لا، ده مش بس الرئيس السيسي، ده كمان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي طلع يقول في المؤتمر الصحفي العالمي أمام مئات الملايين وأمام الإماراتية وأمام العالم كله إن مصر دولة فقيرة وما عندهاش موارد ومش قادرة تكفي احتياجاتها. تحب تسمع؟ الدولة المصرية يعني ليس لدينا الموارد الطبيعية الكافية في ثروات طبيعية غنية إنها تكفي هذه الدولة.
وهنا احب ارد على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، اقول له مصر الفقيره العدمانه الجعانه اللي انت بتتكلم عنها ديت فيها 3500 كيلو متر سواحل، بحر ابيض وبحر احمر، فيها نهر النيل اللي طوله 1100 كيلومتر، فيها 11 بحيرة طبيعية، فيها تاني أكبر بحيرة صناعية في العالم اللي هي بحيرة السد العالي. مصر هي الدولة الثالثة على العالم في الثروة المحجرية. مصر فيها واحد من أهم مناجم الذهب في العالم، منجم السكري، واللي انتوا بالمناسبة بتدوا 50% من إيراداته لشركة اسمها شركة سنتا ماين الأسترالية. مصر فيها ناصية كده اسمها بورسعيد بيعدي منها 60% من سفن العالم. مصر فيها أكتر من 52% من سكانها في سن الشباب والعمل والإنتاج. لا، والدكتور مصطفى مدبولي ما كفهوش ذل وشحاته لغاية كده، لا، قرر بقى ان هو يجود وينزل بالتقيلة. جاهز تعبي وتشيل؟ قال لك اصل مشروع راس الحكمة ده هيحط مصر في مصاف الدول السياحية. اه والله قال كده. اتفضل اسمع. بالاضافه اللي احنا بنقول ان مصر بتوضع على خريطه السياحه العالميه، وان احنا بنتكلم بقى ان احنا حلم ان احنا نصل الى 40 و50 مليون سايح، ويبقى بنضمن ان السياحه دي تبقى مصدر دائم ومستدام للعمله الاجنبيه، هيتحقق بالفعل مثل هذه النوعيه من المشروعات. يا دكتور مصطفى، بالمناسبة مشروع راس الحكمة اللي زي ما انت بتقول هيحط مصر على خريطة السياحة العالمية، احب انزل معاك معلش لمستوى تانية ابتدائي. معلش يا صاصة، مصر اللي هتتحط على خريطة السياحة العالمية ديت فيها مدينة كده اسمها الأقصر، فيها تلت آثار العالم. وبالمناسبة الأقصر بس اللي فيها تلت آثار العالم. الناس بتتكلم عن إن مصر كلها فيها تلت آثار العالم، لا، احنا عندنا مدينة واحدة فيها تلت آثار العالم، دي المعلومة الصحيحة. مصر فيها 3 مثلثات كده اسمهم الأهرامات، من عجائب الدنيا السبعة، كل الناس من أي حتة في العالم بتيجي تتفرج عليها. مصر كده فيها مسارين مش موجودين في أي حتة في العالم غير مصر. مسار العائلة المقدسة اللي مشيت فيه السيدة العذراء والسيد المسيح، ومسار خروج اليهود من مصر. وحلمك بعد ما تخلص المشروع وراس الحكمة وقلبة الدماغ اللي انتوا قرفنا بيها ديت توصل ل 40-50 مليون سايح؟ نسيت. هقول لك معلومة كده ملهاش لازمة. عدد سياح تركيا سنة 2023 كانوا 52 مليون سايح. تركيا اللي تاريخها 1200 سنة تقريبا، مش 7000 سنة حضارة. عدد سياح تايلاند سنة 2023 كانوا 28 مليون سايح. نسيت اسألك يا دكتور مصطفى سؤال، ال 40-50 مليون سايح الحلم اللي انت بتستهدفه هتبقوا تمشوا وراهم مخبرين زي عشرات اليوتيوبرز اللي حطوا فيديوهات على الانترنت وعندهم ملايين المتابعين وصوروكوا وانتوا المخبرين بتاعكم بيطلعوا عين اهاليهم، ولا هتراقبوهم بطيارات مسيرة؟ راس الحكمة بقى نيو سينج تكنولوجي. من الوارد ان حضراتكم تسالوا طب ال 11 مليار دول ما هو كانوا موجودين جوه البلد، لكن لا، دول كانوا ودائع والتزامات على الدولة المصرية لا تستطيع التصرف فيهم. الأهم دول كانوا مسجلين جزء من الدين الخارجي اللي على مصر. بالمناسبة يا دكتور مصطفى، النهاردة لما كنا بنقول لكم قبل كده ان الودايع الخارجية اللي انتوا حاطينها جزء من الاحتياط المصري ومتسجلة كرقم جوه الاحتياط المصري، ان ده تدليس وان ده مش صح، لا فاينانس وايز ولا اكاونتنج وايز، لا من وجهة نظر الانفستمنت ولا من وجهة نظر المحاسبة. كنتوا بتقولوا لا، الكلام اللي انتوا بتقولوه كلام فارغ. النهارده جاي تقول اصل ديت كانت جزء من ديوننا الخارجيه وما كانتش جزء من الاحتياطي. اصدق انهي واحد فيكم؟ وبالمناسبة وفقا وموقع العربية فإن مصر ملتزمة بسداد 42.3 مليار دولار في 2024، منهم 33 مليار دولار لازم تسددهم في أو قبل نهاية 31 مارس 2024 زي التقرير الصادر من موقع قناة العربية اللي صدر يوم 3 ديسمبر 2023، يعني من 2.5 شهور على موقع قناة العربية زي ما قلنا. متشرف جدا جدا بأسئلتكم سواء على منصة اكس أو على يوتيوب، فرحان جدا بتفاعلكم معايا. أتمنى تشتركوا في القناة وتتابعوا فيديوهاتي، وفعلا متشكر لاهتمامكم ومتابعتكم. السلام عليكم.